بمعنى ايه؟ ان احنا نجيب الفرع على وادي القمر ونعمل محضر جلسه ان كل اهالي وادي القمر ما بلاش حل تاني او ما بلاش مطلب تاني انما لا كانت رساله قويه فعلا من الشركه ان هي هنعالج الفرق ان احنا نوفر شهريه ان احنا بنرفع مال ان احنا يوم الخروج عيد يوم الخروج رشوه مقابل هنساعد طالما مش قادر يدفع هو على فكره هو مقصود عليها شرطه مجتمعيه اي منشاه صناعيه ان هي تعمل الكلام ده بس احنا طبعا تنظيم احنا كلامنا تنظيميه كده مش عايزين كل الكلام ده احنا هدفنا واحد ونبيل وحقيقي يعني بداوا يعملوا نفط ويوزعوا مشروعات هو بس في جزئيه حتى لو وزعوا حضرتك بيتخصم الضرائب ده واجب عليهم يعني كده حتى لما الواحد بياخد الشق ممكن تفهم دوت انا ممكن افهمه من المواطن ما يفهمش بالظبط انت فين حاجه من جيبهم يعني هم بياخدوا عرضين 5 جنيه على حساب المستهلك بالظبط فين اللي بيديها الحته في المصاريف بالظبط هو لما هو بيدفع مش بيدفع من جيبه بالظبط بيدفع من المستهلك والمفروض ان 5 جنيه دي بتحصل بدل ما تروح للمحافظه والمحافظه هي اللي بتصرف المنطقه مش هي كشركه بس بالمناسبه في 8 مليون جنيه هي وادي القمر المشروع دوت راحوا في المحافظه عشان حاجه خالص هي اللي بتوزعها في الخدمات وادي القمر المحافظه هي اللي بتوزعها الشركه ما توزعتش هي توزعت بينهم بعض ممكن يكون توزع بينهم بعض دي حاجه عامه المستوصف طبعا ايه احنا طبعا في اول لجنه ده احنا لقينا كام طبعا كل الشباب زي الناس اللي ورسلت كل الصف يوم السابع بدأنا نحط التنظيم السياسية كان اليسار المصري كان الشعب الاشتراكي والاشتراك المصري غرامة الثوريين مشتركين الثوريين كل الأحزاب كلها بنفيهم الحرية والعدالة وحزب النور عارف الوسط حزب التنمية كل الأحزاب طبعا ما كانش لها حل تاني غير إن هي تيجي إن هم شافوا إن هم شكلهم باين هم الأحزاب الإسلامية بس هم اللي شافوا كده الأحزاب الإسلامية كانوا معانا في أول يوم أول حملات بتاع دكتورة فايزة كريم محمود سيد سامع رئيس الوفد شكرا الأخوين عبد العزيز وأستاذ الشناوي الجوائز كلها مش هيبان حد يعني كلهم كانوا معانا من أول لحظة وكانت يعني الحمد لله رغم ان احنا ما كناش منظمين برضه احنا كلجنه لسه بدايه تحركاتنا وبتاع ما عندناش التنظيم الكامل ممكن حاجه تنساها هنا حاجه تحصل كده الحمد لله طلعنا قدرنا نعمل مظاهره سلميه محترمه بشهاده كل الاحزاب وكل التيارات وكالعاده جم التيارات الاسلام السياسي زي ما بنقول الحريه والعداله من ضمنهم اللي هم اهالي وادي القمر كانوا موجودين معانا الشيوخ عادي طبيعي موجودين في كل حته والحريه والعداله موجودين في كل حته احنا معانا طبعا بالفعل سكان الحريه والعداله وسكان النور لما لقوا ان المظاهره نجحت والقوى السياسيه المؤثره بداوا يتصلوا بالنواب بتاعهم تعالوا عشان يركبوا طبعا لما جم بدأوا يخشوا طبعا انظرهم فضلوا موجودين بدأوا يلموا الناس حوالين منهم شويه بس احنا كلجنه بس كوعي حاولنا برضه ان احنا احنا نفس اصحاب الحق واحنا نراعيين واحنا نعملين الحمد لله الناس استجابت لينا وبدأوا يتلموا حوالين طبعا بدأت بعض الناس والمساندين ليهم والانصار ليهم يتجمعوا حوالين منهم ويطلعوا الناس شويه دي حاجه من ضمن الحاجات اللي عملتنا عواقب ان احنا بنحارب دوله وبنحارب شركه فاسده وبنحارب كده اسمها زائد طبعا ان في الناس اللي هي مصلحه الشركه بعد قرار اسمنت اليوم مصلحه الشركه بداوا يعملوا ايه؟ يخلوا الاستخدام بتاعتهم اللي شغالين عليهم متابعين اللي بيكتبوا على الرقمات يعملوا ايه؟ يكتبوا على الشركه طبعا كانت قافله بوابتها تحسبا لاي حاجه دواعي منها طبعا احنا كنا طالعين سلميه وده شكل وحش بدات الناس اللي ليهم مصالح من اهالي وادي القمر او الشركه او بعض الممثلين ان هم يرموا توت فبالتالي يبان للصحفيين او يبان للعالمين ان وادي القمر هم اللي بيكتشفوا كده ده نظاره يعني الموضوع مش سهل النار عايزه تبوظ الاهليه الموضوع من عندهم ده على فكره مش كلامك ده في كل الدنيا جميل تبقى عارف يعني بس لا هو التدخل لا موضوع ان انت يجي لك من جواك حاجه هي تعرقل او تبوظ او تقرش وهو ده اللي ولو ما اتواجدتش بطريقه منظمه هيتوجد بطريقه مش هتبقى احنا الحمد لله كنا منظمين احنا عرفنا نسيطر
قبل الواقعه دي، والدليل ان هم يثبت ان هم ناس قذره وان هم ناس كانوا محضرين لنا سوق محضرين لنا مكاين، ان هم قبل الوقفه بتاعتنا قبل اول مظاهره لينا بداوا ينقلوا الاوراق اللي هم بتاعتهم من الوزاره ويشوفوا الحاجات اللي هم بتاعتهم وينقلوها لمنفذ البيع في المحطه. فبالتالي هم كده بيدبروا الحاجه وشالوا حاجاتهم المهمه عشان خاطر لما يجي يحرقوا ولا يولعوا ولا يلا يجوا حاجاتهم المهمه دي خطوات استباقيه ويداروا على السيستم. بالفعل من 1000 مره لما اتفتحت على مصر شفنا بالفعل وهنعمل ايه؟ النهارده جوه ولعت من غير ما احنا نخش ولا نخش نخش الموضوع تمام. بدأ الدخان يتصاعد. احنا كاهالي طبعا شايفين في جوه خط غاز، في جوه عمال اهالينا وانسان بمعنى صح، مش شرط يكون من اهل منطقه بس هو انسان ممكن هو يقدر. بدانا كلامنا عن العنصريه ان احنا الناس بدات عايزه تخش جوه. طبعا ما احنا طالعين مظاهره كان يوم الجمعه بعد الصلاه من الساعه تقريبا من 1 الظهر لحد 4 العصر 5 العصر طريق شرق غرب اسكندريه واقف، مش عشان احنا عشان تكدس الناس. طريق مينا اسكندريه واقف، الطريق الدولي طريق وادي القمر ده يعتبر طريق مهم جدا من بيربط مينا اسكندريه وشرق اسكندريه باربعه، يعني اي وقفه بتحصل هنا لمده ساعه اسكندريه تتأثر. زائد ان شركات البترول حوالين مننا والشركات الثانيه كلها بيجي لها عمال من الفلاحين من القاهره ومن كل حته بيشتغلوا هنا. ففي ورديات الورديات دي طبعا ما اشتغلتش. الكابلات اللي بتحمل الكابلات اللي الدنيا كلها واقفه لحد الساعه 5. مفيش مسؤول في مصر فكر يرفع سماعه يا جماعه مفيش مسؤول فكر يقول الطريق واقف فيه، مفيش مسؤول يجي يقول حلوه اللي هم عايزينها لحد الساعه 6 طبعا. فالناس بدات من جوه المساعات بتاعت طبعا الناس قالوا نخش نطفي. قلنا لهم لا انتوا دخلتوا جوه هتقولوا ان انتوا حرقتوا وان انتوا اللي عملتوا ما تخشوش. طب نعملوا ايه؟ بدانا نتصل بالمطافي. طبعا المطافي عشان توصل لك في ظل التكدس دوت صعب جدا عشان يطلع لك حتى عربيه مطافي من اسكندريه. هو ما عندوش مصنع هو عنده بس هو اللي هو بيعمل سهل. هو عنده بس هي دي اللي انا كنت بقى انا الهي يخش بس هو عايز يدخله مصيده، هو عايز هو سايب كل ده عشان خاطر الاهلي يستفز الاهلي اكتر يخش. وبالفعل برضه العمال اللي ولعوا في كده انا بقيت واقف في اللجنه التنسيقيه حتى ان احنا ماسكين اللجنه في الارض كلها. كم حد من الناس اللي بتاع معانا لا وقفنا قدام الناس عشان نمنع الناس، بننعاني عشان نمنع الناس. طبعا ما انت مش هشبكات 40,000 مواطن بكات عشان تسيطر عليهم 15 فرد يسيطر عليهم صعب. هم وهم من الداخل بقت تم سوق. فبالتالي اللي واقف بره ده طبعا لازم يضغط هيعمل سوق. من هنا بدات طبعا كان في واحد امن مركزي كانوا اوريدي جاهزين على جنب بحر السودان واقفين وشايفين وقفه فكره بدو بس هم واقفين لحد ما الدنيا تخلص. بدا الجيش يجي وهو جاي من على بعد 40 متر يضرب نار في الهواء عشان يفرق الناس ويخلص الناس. بالتالي الناس خافت بس مع وجود الجيش طبعا وزير عسكري دي كده عندنا شويه غير الداخليه غير التصرف. لما وزير عسكري زي شعب فلا نمشي الجيش بشعب واحد عشان خاطر محدش يتعرض للازم ولا الناس ولا لابس دي عسكري يحيي الدنيا. الحمد لله بالفعل هنا القوات المسلحه قلت يا جماعه في خط غاز هو لازم يلحق وبالتالي بدانا نساعدهم. يعني احنا كنا جايين اصحاب حق كنت عايز اقول ما دي كانت فرصه بقى وكانت بالظبط كده هو ده اللي اتقال. دي كانت فرصه لطيفه. احنا برضه اولا دي قنابل نوويه. المصنع ده لو هو في الصحراء يولع رطوبه ثاني. المصنع ده موجود وسط منطقه صناعيه فيها 40 سنه بترول. بالظبط. احنا اول ناس مضرورين تحت الريف بيوتنا. احنا نحافظ على المصنع قبل المصنع ذاته. صحيح. فانا كمواطن مصري ببيع على بلدي لازم احافظ عليها طبعا. خط غاز يولع او ان جندي او ان المواطن يتصاب طبعا دي حاجات اهم من ان انا ممكن هو انت بتدافع عن ايه؟ انت مش بتدافع عن حق انسان مش معقول يعتبر حق. بالظبط انا بدافع عن حقي في الحياه. وبالفعل قدروا ان هم يخشوا ويمنعوا الخط الحديث وبتاع والحمد لله. وكان مدير العمليات الامن المركزي في وحده الامن المركزي هنا وقعد معانا وحاول يوصل معانا. هو كان خايف طبعا ان احنا كاهالي ان احنا نتكسر ونخرب ونعمل هو جه طبعا شاف ناس محترمه ناس بتطلب حقها في ناس ناس عملت ايام محترمه. فهو قال لنا يا جماعه انا مش في صوت ان انا اعمل حاجه. كل اللي انا اقدر اعمله لكم ان انا جاي احمي الشقه واحميكم وفي نفس الوقت لو انتم عايزين تطلعوا بعيد طلعوني وانا اقدمكم
قلت له طبعا كل الكلام ده عملناه ما خدش حاجه وما قصرت. انا بس عايز اعرف معلش عشان تحديدا الكلام ده كان احنا اول مظاهره عملناها 30/9/2000 اللي هو حصل فيها الاحداث. اول مظاهره الاحداث دي كانت 30/9/2010. لا كانت بعد الثوره 30/9/2010. قول الكلام ده ينفع الثوره. بس الاحداث اللي انا بحكيها دي كلها حصلت بعد الثوره الوحيده اللي قامت بصراحه الموضوع بعد الثوره. ده محمد كريم والثانيه كان محافظ مين ساعتها؟ كان اسامه الفوزي دكتور اسامه الفوزي. طبعا 8/2012 8/12 في اواخر سنه 2011 بعدها في 30 اواخر سنه 2011 لان احنا سنه 12 ديسمبر. يعني كان في حاجه قبل الثوره قويه وفعاله طبعا هم من 2011 وزاره يعني بس الحاجه اللي هي بالقوه زي موضوع دمياط وبالفعل هم حتى الصحف قالت كده على طريق علي ادهم علي ادهم عمر بالفعل كانت احنا دريم على فكره حتى وقت الثوره عملنا الشاذلي طبعا دي كانت قبل الثوره. وقت الثوره زي ما انتم عارفين كان في كلام امن في كل الشارع وكان في اصابات بتحاول تصفى على الشركه كده. احنا في وضع العمل عملنا لجان شعبيه وامنا كل الشركات بما فيها الاسماء بما فيها مصنع الاسمنت والسندال كل الشركات دي. اقول لك على حاجه انتوا لا مش هذا ما سكنناه ما انا ما بقولش افكروا بقى انا افككم اثناء احداث الثوره اتسرق منه مصنع اسمنت مشرف على مملوك ممنوع لا اتسرق منه كميه كابلات نحاس وسرقه كتيره جدا. ما حصلتش حادثه سرقه واحده ولا حادثه قلبات واحده على اي شركه من اي منشاه من المنشات دي خلال فتره الثوره لحد وقتنا هذا. وهذا الامر اساسا كلها قرايب كلها بتكمل بعضها. العرب مش عايزين المسائل فحتى ما صعب قوي ان مش بطل والله مش هينفع الموضوع مقفول عليه فهنحموا فاحنا اخذنا قرار نحموا جميع الشركات. طبعا مع اعتراف مجلس الشعب طبعا غير الشركه وانتخابات الشورى تبدا ان هو بيجروا علينا تعالوا حبايبي انتوا عايزين طبعا في الاصوات بتاعتنا الحمد لله دايرتنا هنا نجحت صبحت اول مره وللاسف نجحت مرسي ثاني مره طمعا منهم في الامل. احنا قلنا برضه ما يجيش حاجه شكل نظام سابق ممكن يكون متواطئ وبتاع فاحنا طبعا ايه يعني الفتره الطبيعيه قلنا ايه الامل قلنا يمكن يكون في تغيير هم اللي اتجوزوا لا ما هم يمكن يكونوا اخوان مسلمين فكره ربنا هم اللي اتجوزوا جوزوا عجزت يمكن يكونوا اخوان مسلمين فعلا وينقذونا. طبعا ده يجوا يعملوا حملات شعبيه عندنا ويتحركوا في الشوارع واحنا طبعا عندنا اتصالات مش يعني طب احنا قوالب عمر وخلاجنا شعبيه وبتاع خالد شاطر معاذ خالد شاطر كان عمل مؤتمر هنا لما كان قبل ما يكون عادل ستيبل كان الرئيس قبل ما يكون ستيبل كان هو كان نازل رئاسي كان نازل انها بصر وعمل مؤتمر طبعا مهول طبعا بانصاره قال عن مصر ذكر مشكله وضع عمر وقال ان احنا حزب حاكم باذن الله في المستقبل كحزب حريه وعداله هنساعد اهالي وضع عمر في نضالها السلمي دي. بنفاجئ من شهرين ان في لجنه استماع في الشورى مع اعضاء الاستاذ احمد جاد مع اعضاء من الحريه والعداله جايين يزوروا المصنع عشان خاطر يساعدوا المصنع يوسعوا المصنع ويشجعوا الاستثمار. طمنوه زائد ان في مستثمرين جايين يشتروا المصنع كان في مستثمرين طبعا الفتره اللي فاتت دي طبعا كان في مستثمرين كتير جايين في مصر وعايزين يشتروا اسمنت العمليه واسمنت اسكندريه اسمنت هم طبعا بعد الاحداث دي بداوا يعملوا يصدر اي حاجه فبالفعل هم مستثمرين قطريين لكن طبعا جم هنا ما عرفوش يشتروا الانتيم هو ما عرفوش يشتروا جم مستثمرين برازيليين وبالفعل كانوا جايين يشتروا المصنعين مصنع اسمنت اسكندريه ومصنع اسمنت العمليه بالفعل اشتروا مصنع اسمنت العمليه كانوا في طريقهم ان هم يشتروا المصنع ده بس لما لقوا الدوشه والشوارع اللي حوالين منه قالوا له المصنع لا معلش والله شوف احنا بنتابع اي مستثمرين عندنا برضه طبعا استطلاع معلومات يعني مين دلوقتي بتجينا حمله على طول مين دلوقتي المستثمرين اللي موجودين على السوق على الساحه مستثمرين الحريه والعداله حسب بيانات خير الشرط وبالفعل ايه وفد هنا عشان خاطر يعينوا في مصنع على الخريطه ويشتروا المصنع ويموت العالي اكتر. طبعا احنا شغالين في الحمله دي لجنه من الصناعه والشورى اللي هي مجلس الشورى اللي هو المفروض مجلس الناس مش مجلس حزب الحاكم. جيت لجنه من الصناعه في الشورى ومعاها وكيل من الحريه والعداله في الاستثمار عشان خاطر يشوفوا المصنع ويشوفوا حد يطلع اطراف ولا لا. ده في قرب طبعا الانتخابات البرلمانيه.
ملوش جدوى. المفروض ان هم كانوا يزوروا الاهالي عشان في حياه، ان هم بيزوروا القسم بيزوروا الشافي والمشكي. طبعا مفيش، هم مش جايين شكوى، هم جايين تكميل، هم جايين بالظبط عشان لما يشتروا يبقى عارفين هو بيشتروا ايه. بس احنا طبعا على المستوى العالمي عملنا صفحه على الفيسبوك والجروب اسمه ما تلاقيش حاجه طالب. كانت دي الفكره بتاعتي اللي انا عملتها، كان بشكر جدا طبعا الطفل ان هو ساعدني ان اعمل دوت، ان انا عملت دوت عشان كده. انا اتجوزت 7/1/2010 وربنا رزقني بالمولود 11/11/2011. اول يوم كان جالين في الفصل هم كان يوم تراحم مبارك. على فكره ان انا رحت عملت اتصال، كان اول يوم كان في شهر 2 تراحم مبارك لان احداث ياما. كان اول يوم بيتكون فيه يوم فاطمه ويوم تراحم مبارك، ويوم ميلاده كان يوم واحد يوم غريب جدا. لو شفت لما مراتي وصلت طبعا انا فاضل قمر مولود هنا واتربيت هنا واتعلمت هنا وعشت هنا وعشت هنا واتعلمت هنا كل اشتغلت هنا وكل حاجه. فطبعا طبيعي ان يكون محل سكن هنا، او مش هعرف اسكن في الجاره ولا في ميامي ولا معموره ولا حاجه، اسكن هنا لان طبعا والدي ولا كان في الشقه انا ما كانش معايا امكانيات ان انا في شقه. فضلت شقه فاضل وربنا كرمني بالمولود في سوبر ريان 11 في سوبر ريان ومستشفى جنبنا هنا اتخرجت. المولود كان نازل بقلب الخطاب الدكاترة طبعا يا اما يعملوا محاولة وربنا يسر الحال ويكونوا يعيشوا. الحمد لله بدأوا الدكاترة يتعاملوا معاه ويدوسوا حتى الحمد لله مرض في الوقت تاني بدأ يتنفس فعلا ومرض يشتغل ويكمل مرض يوصل لمستوى كويسة، ولكن في كسور في الرئة أدت لكل الدم اللي وصل بالتالي قعدت في المستشفى حوالي 45 على جهاز تنفس معايا في القرن. ابني موجود وانا بسيب طبعا. الحمد لله ربنا كرم ابني ده كويس لحد ما وصلنا لفتره ان احنا لازم نعمله اشعه رفيعه على الناس عشان خاطر الناس تتحدد نشوف ان حاجه بتتحدد في المخ ولا لا، عشان لو الحاجه لحد دلوقتي نقدر نحقق قبل مش قبل الفضل. الحمد لله ما عملناش اشعه رفع متخصص لان الاشعه ساعتها في وقتها في الوقت دوت الطفل عنده 3 شهور او 4 شهور خطر عليه جدا. فالاخصائيين نصحوني بان انا ما اعملش اشعه، لا اشوف بس كده حركات بتتحرك في المنطقه هل نور فيها حاجه نظره عين بس. الحمد لله الوضع الشريط كويس الحمد لله 100% كويس. بدأ يتعالج الحمد لله وخرج من المنظمه. بدات انا كأب طبعا مشاركه انا خلاص كشفت عندي 27 سنه و 28 سنه خلاص بقى قرروني مسكت في خرسانه مسلحه وحاضر اعيش خلاص. وانا ابني بقى وقع في المشكله دي ولسه قلبه اخضر بالظبط. هو اصلا مناعه عنده قليله هو كده. طب مش ابني بس، انا عندي شباب صحابي في المنطقه كلهم وبالفعل نفس المشكله اللي كانت عندي كل الشباب اللي متجوزه وخلفت. طب اعمل ايه؟ بدأنا في سيدي بشر. نعم؟ رحت تسكن في سيدي بشر. لا انا ما رحتش في سيدي بشر بالفعل. ايوه انا بقول لك الدكاتره طلعوا التقرير طبعا لان انا ما ينفعش اسكن فاضل القمر لان ده خطر كتير على صحتي وصحه ابني، ولو قعدت فاضل القمر يبقى انا كده بموت ابني. انا طبعا في حاجه اسمها تهجير قسري ان انت تسيب مسكنك لاي ظرف ما غصب رغما عنك اي ظرف. انا كمواطن معلش اتربيت هنا وعشت هنا واهلي هنا وبيتي هنا صعب ان انا امشي اسيب. معلش ده اسمه وطني، وادي القمر اسمها وطني زي ما مصر هي وطني، وادي القمر دي وطني. فيها اهلي وناسي واصحابي ومدرستي والجدران اللي انا رسمت عليها والارض اللي مشيت عليها والملعب اللي لعبت فيه كل دوت استحاله ان انا اسيبه. ما ينفعش ان انا اضحي بسهوله. انا عادي الحمد لله ممكن اجيب شقه بره واسكن برضه بس في ارتباط بقى بس في الذكريات واخد اهلي زائد ان طب انا لو املك معايا شقه انا اجيب شقه بره في بيت في المنطقه مش قادر يمشي انا كده هتخلع هبيع نفسي وهبيع ابني وهتخلع عن اهل منطقتي. فانا قررت ان انا اخد اعمل مغير مع الطلبه اللي انا بشتغل بدات ان انا كنت حامل دي وبدات الفكره ان انا شغال في مجال الكمبيوتر. قلت استغل شغل في مجال الكمبيوتر ان انا اعمل ايه؟ بدات اعمل حاجات لقيت منتشر جدا
وسيلة. هيساعدني ان انا اوصل للناس بسرعه. عملت خطه فيسبوك وبالفعل بدات النوادي من كام سنوات صحابي معايا في الكليه واصدقاء واهل بيتي والناس المقربين. طبعا الناس كانت محدودها، معظم الناس هنا محدودها بقى تفكيرها محدود عن الانترنت والشبكات وكده، بس الحمد لله قدرنا نوصل الرسالة وصلوا الجروب وصل الحمد لله. الجروب وصل من دلوقتي الامر وصل الفاصل كده اللي هو بس مش بشتغل مش انا الجروب اهلي ولا الامر عشان بس فيما بعد بقى قلت لازم اوسع بقى شويه عشان الشباب نجرب مروه الفكره يعني عملنا مع الجروب بدات تعرف عن المشكله من خلال الجروب. بدا ان الجروب فعلا يعمل لي مشروع وصل لي الناس وقف عليه الميديا بتاعتي الصور بتاعتي صور التلوث اللي انا بصورها باستمرار. بقيت انا شغال كذا من الشخصيه معايا. اشتريت موبايل غالي عشان خاطر اعرف اصور صوره كويسه واعرف اعمل فيديو كويس بصوره افضل. الكلام طبعا قليله جدا مش كلها مش لا بس يعني في لجان بتبقى عمليات بتبقى طبعا مدمره. احنا رفضنا ان احنا ناخد قبول يعني الاهالي عرضوا علينا يعني مش عشان كده زائد ان الشركه تبقى كامله قبول. الشركه بدات دلوقتي الشركه ما عملتش حل مع لجنه التنسيق. اشترت بعض الناس من هم طبعا بعيد عن لجنه التنسيق، بس هي مشكلتها الرئيسيه مع لجنه التنسيق مع 10 فرد اللي عاملين لها دوشه. يعملوا ايه معانا؟ بداوا ياخدوا واحد فينا على جنب كده في ارباب مغلقه في اماكن مغلقه عشان يستخدمونا عن بعض طبعا عن العالم. انا كشاب معلش يعني مش شغال ماليش اي مصدر رزق حكومي، انا شغال شغل خاص. المفروض يعني ان انا اخد وظيفه هيعيني في اي حته واخد فلوس. انا بس رفضت واللجنه الشخصيه كلها رفضت المبدا. هم مش لاقيين حل معانا فلوس، مش لاقي معانا موضوع عرض 10 بدأوا طب ازاي نريبوا الناس؟ بدأوا يعملوا محضر في النيابه بحرق المصدر، وبالفعل تم عمل محضر في نيابه الكفيله 25 فرد من اعضاء اللجنه التنسيقيه. انا كنت فيهم الاستاذ محمد على فكره مدير اداره القسم، وانا خدمت في الاداره وصاحب مدير شركه بلاك شوب. في طبعا خالد امين مناصر سي بي سي صحفي وهشام فرج مقدم برامج. كلنا الحمد لله ناس محترمين مش بلطجيه. نعمل برضه نستاذن نعمل بريك نصلي ونرجع.